مواد أدبية، حفظ كتير، تواريخ، أحداث، شخصيات مش عارف أحفظها، ما بتثبتش. حل مشكلتك في الفيديو ده. تعال أقولك الطريقة اللي ذاكرت بيها وقفلت. أول حاجة طبعا هتذاكر كل درس بس على السريع، ما تقعدش تعيد وتزيد عشان هقولك الطريقة اللي تحفظ بيها، بس طلع منه التواريخ على ورقة لوحدها والأحداث. بعد ما طلعت التواريخ من كل درس هتلاقي مثلا الدرس ده والدرس اللي بعده مثلا ده في حدث 1989 والتاني في 1979، في فاصل كبير 10 سنين. فانت هتبدأ ترتب كل حاجة من الأقدم للأحدث. يعني مثلا في 1950 معرفش حصل الفلاني، او اتحررت البلد الفلانية، او استعمرت البلد الفلانية. تبدأ تبقى عامل التاريخ واللي حصل فيه. يعني انا كنت بكتب التواريخ كده برصتها من الأقدم للأحدث، اكتب في التاريخ ده حصل فيه كذا. حلو. بعد ما خلصت الصفحة